سلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض هنطلع ايه من صاج 40 في 60 بحيث نستفيد منه أكبر استفادة ممكنة ونحقق منه أعلى ربح ممكن بمقادير مظبوطة بدون نقطة هدر واحدة، يعني 0% هدر. يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. ايدك بس على اللايك والشير. طبعا معايا هنا صاج 60 في 40 عملناه الحلقة اللي فاتت، وهسيبلك مقاديره ولينك خبزه تحت في صندوق الوصف. دلوقتي بقى تعالي نبتدي نقطع مع بعض الصاج. انا معايا هنا رينج مقاس 12 اللي هو هعمل بيه ميني تورته مقاس 12. كل طبقتين هيعملوا لي ميني تورته مقاس 12. ما شاء الله الصاج محمل ومش رفيع ولا حاجه. هعمل انا 4 ميني تورته لغايه دلوقتي ب8 طبقات. طيب معايا الطواجن دي، هعمل كمان طاجنين من الطواجن دي، فهقطع لهم كمان ديسكين. جميل جميل. معايا كمان يا ستي العلب البلاستيك التمن. العلب دي لطيفة قوي واقتصادية جدا. تعالي كمان نقطع منها. انت متخيلة هناخد كام علبة منهم؟ هناخد 11 علبة كاملة من العلب التمن الصغيرة دي. طبعا ما بتاخدش كمية كيك كبيرة خالص ولا كمية كريمة كبيرة خالص، يا دوب زي ما انتوا شايفين كده مربع صغنون يقضيها ويبقى تمام جدا. تعالي هنا كمان نشتغل بقى الاكليريك الاسطواني ده، برضو اكليريك اسطواني صغير مقاس صغير، وهياخد معايا ما شاء الله 11 علبة اكليريك كاملة من المقاس ده كمان، ده غير 2 قارب كمان. تعالي بقى نشوف كمية الكريمة اللي بالظبط تقضي الموضوع ده. معايا هنا بقى يا ستي 600 جرام ماء مثلج، يعني 3 كوبايات مية ساقعة متلجة. هحط عليهم قد ايه؟ هحط عليهم 2.5 من الكريم شانتيه الخام، يعني 250 جرام كريم شانتيه خام، ربع كيلو، وكمان 100 جرام سكر بودرة، وكمان يا ستي ملقتي 3 معالق كبار من موس الفانيليا و3 معالق كبار من الحليب البودرة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. على طول بقى ابتدي اخفق مع بعض. طب يا روعة، الربع كيلو ده هيقضي صاج 40 في 60؟ عيب عليك، احنا اول مرة مع بعض ولا ايه؟ المقدار ده مظبوط بالشعرة، لا هيفيض معاكي ولا يخس عليكي بأمر الرحمن. هنا بقى هحط كمان نص كوباية من المية، يعني 100 جرام مية كمان علشان خاطر تظبط المقدار معايا لأنه كان تقيل ومتماسك. هبتدي بقى دلوقتي أشوف الدنيا فيها إيه. كل اللي هعمله إن أنا هسقي بشوية سيرب خفيف على البارد، يعني كوباية سكر لكوبايتين مية، عصرة ليمونة بعد الغليان، ولما يبتدي يبرد خالص أبتدي أسقي بيه بالراحة كده بالفرش، وأحط الكريمة اللي عندي في كيس حلواني، وراحة وجاية مرة واحدة ألاقي الكب معايا اتملى، لأنه ما شاء الله يعني ما بياخدش حاجة خالص، يعني صغنون خالص كده وكيوت، وبالتالي كمان سعره حنين. تعالي بقى اما اقول لك ازاي نعمل التورت الفاكيوم مقاس 12 ميني طبقتين. انا معايا هنا البكره دي ارتفاع 14 سنتي، انا بقسمها نصين، فبالتالي بيبقى ارتفاعها عندي 7 سنتي بس. بقسمها نصين واخد كده على مقاس القطر بتاع الكيك اللي عندي، وابتدي اغلف طبقتين كريمه وطبقتين كيك، وشكرا جدا جدا على كده. ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش مجهود، ما بتاخدش حتى خامات كتير ولا اوفر، وحنينه وتكفي فردين على فكره مش فرد واحد. هنا بقى حطيت معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني على معلقه كبيره من النوتيلا، خلطتهم علشان اعمل كريمه شوكولاته، علشان خاطر هعمل شويه فانيلا وشويه شوكولاته. نفس الموضوع برضو، خدت شويه كده عملتهم شوكولاته. وتعالوا بقى نشوف كميه الصوص اللي هنحتاجها ايه. معايا هنا 200 جرام نوتيلا حطيت عليهم 30 جرام زيت، 200 جرام فستق حطيت عليهم 30 جرام زيت، 200 جرام نوتيلا بيضه حطيت عليهم برضو 30 جرام زيت، 250 جرام من اللوتس حطيت عليهم 45 جرام من الزيت، يعني بالظبط 850 جرام من الصوص حطيت عليهم 135 جرام من الزيت. والكميه دي بالسنتي هتكفي معاكي كل اللي هيطلع من الصاج بتاع 40 في 60. هبتدي بقى احطهم في كيس حلواني لان دي افضل طريقه للتقسيم. سيبك من فكره المعلقه خالص، كيس الحلواني بيخليكي تملي الفراغات كويس وتاخدي كده يعني ايه تشطيبه محترمه. اللي بالشوكولاته طبعا هحط عليهم شويه من النوتيلا، وهبتدي بقى بعد كده افرد كده بظهر المعلقه عشان اخد شكل عاطفي شويه. كمان شويه من الابيض شويه من البني، انصاص اعمل براحتي خالص، واظبط كده الشكل باني بس بخبطها بس كده شويه من تحت، فبالتالي الصوص بيتساوى عندي فوق الوش، واديله
اديله بس حركه لطيفه كده بالخله فيعمل معاه التمويجه الحلوه دي. وشويه من اللي عليهم صوص نوتيلا ابيض، حطيت عليهم شويه من صوص الفستق. للعلم برضو النوتيلا عندي من سما، الاتنين من سما، انما الفستق واللوتس من جولدن باك. ابتديت هنا كمان احط اللوتس على شويه من الكبات دي، هزينهم بشكل مختلف شويه، هحط شويه كده من الصوص الابيض وبعدين ابتدي انزل عليهم كده بشكل دواير، هتديني برضو شكل لطيف. الاشكال اللي انا بعملها دي بعملها عشان انا مش هحط على الكبات دي اي جرنش تاني غير هي الحاجات دي بس. الجرنش عندي هحطه على الطواجن، على الميني تورته، على القوارب، انما الكبات الصغننه دي مش هحط عليها اي جرنش. هنا كمان عملت نص بالفستق والنص التاني هحطه بالنوتيلا البيضه، بيبقى لونهم حلو قوي مع بعض وفاتح كده وكيوت، فبيبقوا لطاف قوي. بسويهم كده بظهر المعلقه وبعدين برضو بسوي الجنب التاني ويبقى الشكل كده اكتمل وشكله كيوت وعسول خالص. الاتنين التانيين بقى هعملهم باللوتس. كانت اللوتس كانت لطيفه قوي برضو. بفرد كده الاول على الجوانب عشان بس اظبط الشكل الاول من الجوانب، وبعد كده بسيب الصوص يجري لجوه او بظبطه بظهر المعلقه، فبيبقى لطيف خالص، ما بياخدش معايا كميه صوص كبيره ولا حاجه. شفتي بقى زي ما بقولك الاربع صوصات اللي حطيناهم الكميه بالظبط ظبطت معانا. شويه الجرنش بقى انا خليتهم يعني حنين في السعر شويه كده من الشوكولاته البيضاء المبشوره، بسكوت فانيليا برضو مجروش، شويه بندق على سوداني كانوا عندي، شويه كريز انصاف، شويه شوكولاته مبشوره، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. الحاجه ما شاء الله تتاكل من غير جرنش اصلا. هنا بقى طبعا حطيت شويه كده من البسكوت، وفي النص هحط كريزايه وشكرا على الموضوع ده. وحطيت كمان 2 فلوتس كده شكلهم لطيف مع الكريز. هنا بقى زينت بشويه من بشر الشوكولاته البيضاء وكمان شويه من البسكوت برضو بتاع الفانيلا، كان شكله لطيف. الموضوع كان لطيف خالص وما خدش جهد ولا حاجه. هنا بقى الشوكولاتات، عملت الشوكولاته اللي انا كنت مقطعاها دي وحطيت عليها كمان شويه من الشوكولاته المبشوره، وكمان شويه من الصوص المربى الحليب او الكراميل لو عندك مفيش مشاكل، بس مربى الحليب بيبقى لونه فارق ومختلف شويه فبيبقى حلو، ورشه مكسرات كده من فوق الوش يعني عشان خاطر ضميري يستريح. وبس كده. تعالي بقى هنا حطيت شويه من اللوتس ميكس مع الفستق، حطيت عليهم شويه من البندق والسوداني، ما كانش عندي فستق بصراحه، يعني دلعت المواضيع كده على قد الامكانيات. بس كده يا ستي، كده يبقى احنا خلصنا كل اللي احنا عملناه النهارده. 11 كب اكليرك اسطواني، 11 علبه بلاستيك صغيره مقاس تمن، 2 طاجن مربع كبير، 2 قارب، وكمان 4 ميني تورته مقاس 12، كل تورته تكفي 2 فرد. كل ده طلع بس من 8 بيضات. ايه رأيك بقى؟ بالنسبة لكل المقادير هكتبها لك تحت في صندوق الوصف كاملة مكملة. اما بالنسبة لسعر البيع بتاع كل علبة من العلب والطواجن دي برضه هسيبهولك تحت مكتوب في صندوق الوصف. انما بقى حساب التكلفة عشان تعرفي كل حاجة اتكلفت قد ايه بالجرام وبالكوباية وهتبيعيها بكام وهتكسبي فيها كام، ده بقى بينزل عندي في جروب التسعير اللي على الواتس اللي بسيبهولك برضه في صندوق الوصف. صباحكم دايما زي الفل، واوعوا تنسوا ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا.